مدرستنا يا مدرستنا يا منورة والنور في بيتنا، علمتينا وفهمتينا لما بقينا حاسين بقيمتنا. المدرسة علينا بتنادي عني اللي شايفها في وسط بلادي، بتنمينا مع بعضينا، بتنمي فينا معلوماتنا. عالهوا دروس يومية للابتدائية والثانوية، عالهوا دروس يومية للابتدائية والثانوية. فرحتينا بتعلينا وبتاخدي دايما بإيدين ولادنا. مدرسة عالهوا، مدرسة عالهوا، مدرسة عالهوا، مدرسة عالهوا. Hello, my dear students, screen viewers watching us now, and welcome in another episode of our program School in Air. أهلا بكم أعزائي الطلبة والمشاهدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا مدرسة على الهواء. Today's episode, as usual, is for the students of the second year secondary. حلقة النهاردة هي معمولة خصيصا طبعا كالعادة لطلبة الصف الثاني الثانوي. النهارده ان شاء الله يعني انا بصيت طبعا على الكومنتس، التعليقات اللي انتوا كتبتوها، عرفت ان في ناس كتيره حابه ان احنا نزود الاشياء الخاصه بالترجمه او السكيلز. ان شاء الله ده وارد ان انا ادمجه ليكم في الحلقات ونعمل طبعا ريفيجن وكده. فانا جبت لكم كام سؤال كده يعني في حدود الوقت بتاعنا، لان طبعا الحلقه ساعه واحده فقط، ممكن ما تكملش كل حاجه ان احنا نفسنا نعملها، ولكن القناه اكيد بتوفر لنا قبل الامتحان كمية مراجعات كتيرة جدا، يعني في عدد ساعات كتيرة جدا للمراجعات. وكمان مهم قوي ان احنا نقرأ قراءة تفصيلية للنصوص اللي موجودة. ما فيش حد يقول لا ده شيء غير مهم، بالعكس الامتحان ممكن ما يجيش بشكل مباشر من النص، ولكنه بيعتمد على البوينتس اللي احنا بنسيرها داخل النصوص اللي موجودة في الكتاب. فلازم نهتم جدا بالنصوص اللي موجودة في كتاب المدرسة وكمان كتاب الورك بوك، ونشوف ايه هي التريكس اللي بتبقى موجودة فيها. وبالتالي لما نقراه بالتفصيل ونحلل كده القواعد الجرامر اللي موجودة، الاكسبريشنز اللي موجودة، حروف الجر واستخداماتها مع افعال معينة، ده كله مهم قوي قوي عشان نقدر نعدي الامتحان بسلام. طيب تعالوا بقى ان شاء الله يعني نبدأ حلقتنا دلوقتي. وبرضو انا على طول بشكركم لانكم متميزين جدا جدا، ان شاء الله هتحققوا كل اللي بتحلموا بيه. هبدأ النهاردة هنعمل الأول حاجتين. هبدأ طبعا بالجزء الخاص بالجرامر اللي احنا ما استكملناهوش المرة اللي فاتت، هنستكمل بس الفيوتشر كونتينوس أو المستقبل المستمر، ما كناش اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. مش هتاخد من وقتنا كتير، وبعد كده هناخد بسرعة مراجعة على كم جملة كده على الجزء الخاص بالجرامر الحلقة اللي فاتت والريدنج، وكمان هناخد ترجمة. اوكي طيب تعالوا الاول نشوف الجزء الخاص بالجرامر. وطبعا اليونت بتاعتنا زي ما احنا عارفين اسمها The Future of Food او مستقبل الطعام. The Future of Food احنا لسه في يونت 3 وهنستكمل الجزء الخاص بالجرامر. وطبعا الفيوتشر فورمز احنا خلصناها كلها المره اللي فاتت. المره دي هنتكلم على الفيوتشر كونتينوس او الفيوتشر بروجريسيف. طيب زي ما احنا شايفين الفيوتشر كونتينوس بيتم استخدامه ازاي او امتى؟ احنا بنستخدم زمن الفيوتشر كونتينوس او المستمر لما بيكون قصدنا ان احنا نشير لاكشنز او افعال لسه ما خلصتش في توقيت معين في المستقبل. يعني انا ستيل لسه كلامي كله عن المستقبل، اوكي احنا متفقين كلامنا كله في حاجه لسه ما حصلتش اصلا، ولكن انا عايزه اقول ان في التوقيت ده في المستقبل الحاجه دي مستمره في الحدوث، لسه ما انتهتش، لسه مستمره في الحدوث. اوكي او خدت وقت معين، بتاخد وقت علشان يعني نحدد وقتها او كده، او نعرف بالظبط هي مستمره قد ايه. احنا عايزين نقول انها بتاخد وقت معين. يبقى تاني الفرق ما بين الفيوتشر سامبل او زمن الفيوتشر العادي او الفيوتشر بيرفكت اللي هو المستقبل التام،
ان الفيوتشر كونتينوس بيورينا ان الحدث ده استمر لوقت معين في المستقبل او هيستمر لوقت معين في المستقبل، وان في التوقيت ده في المستقبل الحاجه دي لسه ما خلصتش، لسه مستمره، مش هتكون خلصت. اوكي، على عكس طبعا المستقبل التام ده مش هنتكلم عنه دلوقتي. طب تعالوا نشوف كده examples للفيوتشر continuous. بيقول لنا انه this time مثلا، ده اول example. This time next week I'll be sunbathing in Bali. This time يعني الاسبوع ده او التوقيت ده next week في الاسبوع القادم هكون sunbathing، هكون باخد حمام شمس في بالي. اوكي، انا ايه اللي خلاني استخدم هنا الكونتينوس؟ انا بقول ان في التوقيت ده دايما كده لما نحدد وقت معين واحس ان الاكشن ده بيستمر او بياخد وقت في التوقيت المعين ده في المستقبل، يبقى انا على طول بلجأ للمستمر، ملجأش بقى للسيمبل والا لزومه ان انا حددت وقت. طالما حددت وقت يبقى المفروض ان انا هلجأ للمستمر، وخصوصا لو الوقت ده عايزه اوضح فيه استمراريه الحدث. يعني بدل ما اقول next week هقول this time next week. This time next week I'll be sunbathing in Bali. طيب by Christmas، by كده لما استخدمها كأسلوب ان انا بتكلم على حاجه ليها علاقه بالوقت او بالزمن، في الحاله دي كلمه by بتبقى معناها before او قبل. اوكي، يبقى لما كلمه by تيجي يعني اقول by the time مثلا. by the time هنا كلمه by معناها قبل الوقت ده. اوكي، قبل الوقت ده، يبقى كلمه by عامله زي كلمه before لما تكون بتيجي ليها علاقه بالزمن. لكن طبعا احنا عارفين ان كلمه باي بتستخدم كحرف جر عادي جدا، لكن لما تكون ليها علاقه او بتشير للزمن يبقى في الحاله دي انا هستخدمها كانها كلمه بيفور، او انا اترجمها في دماغي كده عشان اسهلها على نفسي، اترجمها في دماغي انها كلمه بيفور. فهنقول باي كريسماس. باي كريسماس يعني قبل الكريسماس او طبعا احتفال باعياد الميلاد. I will be skiing like a pro. I'll be skiing like a pro. هكون بعمل skiing زي أي شخص professional. Like a pro، هنا pro يعني professional. فقلنا I will be skiing. أوكي؟ طبعا التكوين بتاعه إيه؟ will plus be plus الverb ing زي ما احنا شايفين. يبقى الفيوتشر continuous بيبقى التكوين بتاعه كلمة will وبعد كده verb to be في الانفينيتيف، عشان كده بنقول be، وكمان الفيرب اللي بعد verb to be دايما بيكون محطوط له ing، فاحنا بالتالي هنحط الفيرب اللي بعد كلمة be متضاف لها ing. تمام؟ Just think next Monday you'll be working in your new job. Just think، فكر كده next Monday هتكون شغال في الشغلانة بتاعتك الجديدة. ابتداء كده من الاسبوع اللي جاي هتكون عندك او ابتديت تشتغل في الشغل بتاعك الجديد. وطبعا الشغل انا ما بشتغلوش وبخلص، الشغل بيبقى فيه استمراريه اللي هو كل يوم هتروح الشغل في المستقبل او next Monday. يبقى you'll be working. طب you'll be missing the sunshine، هتفتقد السانشاين once you're back in England، بمجرد ما تروح انجلند او ترجع تاني لانجلترا. اول ما ترجع انجلترا اكيد هتقعد هناك ايام كتير. اول ما ترجع هناك الاحساس بتاعك هيكون ايه؟ هتكون مفتقد السانشاين او شروق الشمس، ضوء الشمس. وبالتالي انا علشان بشير برضو لفترة الشخص هيقعدها في المكان ده، اذا هي مدة، فبالتالي هقول you'll be missing. الفترة دي حالك هيكون كده. when he's in Australia، وهو موجود في استراليا، لما يروح لاستراليا he'll be staying with friends، هيكون قاعد مع اصحابه. يبقى انا عايزه اشير انه في فتره اعاده او في فتره تواجده وسفره لاستراليا، الفتره دي هيكون بيعمل ايه؟ هيكون قاعد مع اصحابه. he'll be staying هتبقى اقامته مع اصحابه، وبالتالي حطيناها في الكونتينوس فورم. طيب تعالوا كده نشوف شويه من الكي ووردز او الكلمات اللي بتدل عليه. يعني لو قلت by this time tomorrow يعني قبل الوقت ده بكره، هكون بعمل حاجه معينه، هكون بعمل مستمر. اوكي؟ طيب ممكن اقول tomorrow، ممكن اقول by this time next week، اي توقيت. المهم ان by this time لما يكون الفعل بتاعها في معنى الجمله بيدل على انه اكشن ينفع فيه الاستمراريه، يبقى هختار المستمر.
at this time tomorrow. ممكن بدل by this time اقول at this time tomorrow، يعني في التوقيت ده بكره. ما اقولش بقى tomorrow لوحدها. tomorrow لوحدها وارد جدا تيجي تبقى future simple بس will والinfinitive، لكن هقول at this time tomorrow يبقى على طول افكر او دايما دماغي او ذهني يوديني لفكره المستمر. ممكن برضو بدل tomorrow تبقى next week. طب during next month، during next week يعني أثناء الشهر الجاي أو الأسبوع اللي جاي. كلمة during دي لوحدها بتبين إن في استمرارية أو إن في مدة زمنية معينة، يبقى طبعا الأفضل لازم أختار معاها الكونتينوس، علشان في التوقيت ده أنا عايزة أقول في خلال الأيام دي في النكست مانث، في خلال الأسبوع يبقى في استمرارية لعمل معين. ممكن كمان by يجي بعدها ساعة، هقول by 3 o'clock tomorrow أو at 3 o'clock tomorrow. أوكي، في الحالة دي برضو أنا بتكلم على فكرة إنه في التوقيت ده اللي هي الساعة 3 بكرة هكون بعمل حاجة معينة، في استمرارية أوكي للحدث، وبالتالي بستخدم معاها الفيوتشر كونتينوس. تمام. طيب ممكن طبعا في حاجات تانية كتير، وممكن الجملة نفسها معناها يوضح لي او يبين لي انه في استمرارية، وده كله هنشوفه سوا في اكزامبل كده. وطبعا في الحلقات الجاية برضو اكيد هناخد كتير اكزامبلز خاصة بكل قواعد الجرامر مش بس القاعدة دي. طب تعالوا كده نشوف جمل برضو. You will be traveling to Delhi by this time tomorrow. هتكون بتسافر لدالي في طريقك، يعني في توقيت السفر بتاعك هيكون قبل التوقيت ده بكره، وبالتالي انا بشير لانه استمراريه الوقت او استمراريه الاكشن، يعني زي ما يكون كده في التوقيت ده بكره انت هتكون في طريقك لدالي اوكي، او هتكون في طريق السفر. You'll be moving to a new apartment by this time next week. هتكون يعني بتنقل لشقه جديده. طبعا كلمه moving هنا معناها ينقل to a new apartment لشقة جديدة by this time next week بحلول الوقت ده في الأسبوع القادم هتكون بتنقل لشقة جديدة. They will be walking هيكونوا بيمشوا by 3 o'clock tomorrow. They will be walking يعني قبل الساعة 3 بكرة هيكونوا هم بيمشوا، بيعملوا ايه؟ الأكشن بتاع المشي، هيكون في استمرارية في الحدث. اوكي طيب عايزه طبعا يعني ده كده احنا خلصنا الجزء الخاص بالفيوتشر كونتينوس، ولما هناخد عليه مثال اكيد هيكون افضل. بس في حد مش فاكره بنوته ولا ولد، بس هو كان سؤال ذكي قوي. كنا قلنا الحلقه اللي فاتت انه لما يكون في فيوتشر فاكتس نستخدم will plus the infinitive، ما نستخدمش going to. ففي حد سأل من ضمن التعليقات اللي كانت موجوده على اليوتيوب، احنا مش بنستخدم البريزنت سمبل مع الفاكتس؟ طبعا مظبوط، احنا بنستخدم البريزنت سمبل مع الفاكتس، بس كان ايه المقصود بالفيوتشر فاكتس هنا؟ يعني انا هديكي مثال كده او اكزامبل سيتويشن معين وتفهمي منه قصدي. لما اكون محدده توقيت لشيء، يعني مش بتكلم في العموم الهابتس بتاعت البني ادم، انا بتكلم مثلا على بكره. هقول مثلا انت بكره بكره هيكون يومك عامل ازاي؟ اوكي، انا كده حددت توقيت معين اللي هو بتكلم على حاجه خاصه بالمستقبل، لكن ما بتكلمش في العموم عاداتك عامله ايه. يبقى هنا في فرق اهو، في فرق ما بين اتكلم عن العادات في العموم ساعتها استخدم البريزنت سمبل، لكن لما اكون حددت مثلا حاجه ريليتد للمستقبل او ليها علاقه بالمستقبل، في الحاله دي لما اتكلم عن فاكت او هابت بعملها على طول، برضه هيكون الافضل ان استخدم الفيوتشر سمبل، ما استخدمش الفيوتشر كونتينوس ولا استخدم be going to مع الانفينيتيف. زي ايه مثلا؟ هقول tomorrow is a normal day. هكتب لكم الجمله اهي، هقول tomorrow is a normal day، يوم عادي جدا بالنسبه لي. a normal day. the sun will shine، الشمس هتشرق. the sun will shine. مش هقول هنا بقى the sun shines، ليه؟ اصل انا حددت انا بتكلم عن ايه. وطبعا كلمة الsun shining دي فاكت، دي حقيقة موجودة في حياتنا، ان السن بيحصل لها شروق كل يوم. اوكي، وبالتالي انا لما حددت اليوم بتاع tomorrow
او next week او whatever، يبقى انا في الحالة دي بستخدم او بتكلم عن fact ولكن بحددها بتوقيت معين في المستقبل. في الحالة دي انا هستخدم كلمة will shine او future simple. ما اقولش بقى is going to هنا، لا. The sun will shine. I will go to work. انا هروح شغلي. I will go to work. انا هنا بسرد عاداتي الخاصة باليوم. اوكي، بسرد العادات بتاعتي الخاصة باليوم، بحاول كده اوضح لهم ان اليوم عادي وان دي الحاجات اللي انا متعودة اعملها، وبالتالي لما هتكلم في المستقبل هتاخد السيمبل فورم. ولكن لو انا طبعا زي ما اتفقنا انه be going to هتبقى بتكلم عن حاجة المخططة او البلاند في الفيوتشر. وطبعا البريزنت سيمبل بستخدمه اكيد للتعبير عن العادات، ولكن لما اكون بتكلم in general من غير ما احدد توقيت معين. اوكي، لما اتكلم في العموم. احنا ممكن نتكلم عن عاداتنا في الماضي كمان، وفي الحالة دي بستخدم الباست. يعني اذا لما بحدد موقف معين بتوقيت معين بيفرق معايا هنا الزمن حتى لو بتكلم عن العادات. تعالوا كده بقى نشوف شوية اسئلة تشوز بسرعة كده، تحلوا معايا وتكتبوا الاجابات زي ما انتم متعودين قبل ما انا اقولها وانتم بتتفرجوا معايا على اليوتيوب. زي ما انا بشوف طبعا انا فخورة بيكم جدا جدا، طلبة متميزة واجاباتكم كلها جميلة وبتسعدني جدا مشاركتكم. تعالوا بقى نشوف كده في التشوز. اول جملة بتقول the milk is boiling. the milk is boiling. يا ترى بقى هنا انا دلوقتي الموقف قدامي، اللبن عمال بيغلي اهو على النار. I space the gas off. I space the gas off. هقفل النار. اوكي، هفصل الغاز، اي حاجة هقفل النار. اوكي، في الحالة دي انا بعمل ايه؟ هقول turn ولا I'm going to turn، I am going to turn، ولا I'm turning، ولا I will turn. طبعا دي الشاطرين اللي فاكرين حلقة امبارح واتفرجوا عليها عارفين ان احنا كده بناخد قرار سريع. decision، بس ده fast decision، مش حاجة انا فكرت فيها وخططت لها وفي الاخر وصلت لقرار ان انا هقفل الغاز. لا، ده انا على طول اخدت قرار سريع لان الموقف فرض عليا كده ان انا اخد this decision at the moment، ان انا هاخد القرار ده في التوقيت ده. فبالتالي احنا هنختار will مع الانفينيتيف. لو كاتبها كده طبعا انت ممتاز واكيد اتفرجت على الحلقة بتاعتنا المرة اللي فاتت. يبقى I will turn the gas off. طيب تعالوا نشوف حاجة تانية. the twin space 19 next week. الولدين اللي هم او البنتين اللي هم التوين توأم هيحصل لهم ايه؟ هيبقوا عمرهم 19 سنة الاسبوع اللي جاي. انا قلت صحيح next week اهو واتكلمت على انه هيبقى عمرهم 19 سنة. يا ترى بقى السن والاعمار والكلام ده كله هتكلم عنه بصيغة ايه؟ بصيغة going to ولا بصيغة will plus the infinitive؟ اكيد turning ما تنفعش. اوكي، ولكن احنا هنا عايزين نقول انه دي حاجة اللي هي الطبيعية اللي بتحصل. دي تعتبر اعمارنا دي يعني زي الفاكتس كده، خلاص عدت سنة طبيعي انا هكبر وهبقى 19. يبقى الاعمار والحاجات اللي زي كده هتكلم عنها بالفيوتشر سيمبل، وكمان باستخدام will plus the infinitive هتبقى will turn. ما ينفعش اقول is going to turn، ده مش نيتهم هم، مش حاجة هم اللي مخططين ليها. اوكي، ولكن دي الشيء اللي المفروض ان هو بيحصل الطبيعي زي الفاكتس بالظبط. طيب look، بص كده. the car، موقف بقى is about to happen. الفاكرين بقى الحاجة اللي هي about to happen قربت تحصل، او انا شايفة ان الموقف بيقول لي ان الحاجة دي خلاص في طريقها لانها تحصل. فبقول لحد look، عرفت منين انها في طريقها لانها تحصل؟ كلمة زي كلمة look، كلمة زي كلمة listen، او مثلا كلمة زي take care او look out يعني احترس. كل دي حاجات بتدل على ان الحاجة بتحصل قدامي او الموقف انا شايفه قدامي دلوقتي. ففي there is something is about to happen، في حاجة قربت تحصل قدامي دلوقتي. فبالتالي بستخدم معاها ايه؟ الشاطر بقى اللي هيفتكر ويكتب the car space the man crossing the street. the car، العربية هتعمل ايه؟ هتخبط الراجل اهو. يبقى is going to hit ولا hits ولا will hit ولا hitting؟ اكيد طبعا طالما حاجة is about to happen وخلاص يعني انا متأكدة انها هتحصل من الموقف اللي قدامي، يبقى is going to hit. is going to hit. look، the car is going to hit the man crossing the street.
تمام. طب في هنا موقف بيقول someone is knocking at the door. someone is knocking at the door. في حد بيخبط على الباب. someone is knocking at the door. طب انا طبعا اتفاجئت بالموقف ده، ما كنتش مخططه له، يبقى I space and open it. I space and open it. هقول I'm going to go ولا I go and open ولا I will go and open ولا I'm going and open. اكيد طبعا I will go. دي شيء غير مخطط ليه، ده كده fast decision او قرار سريع انا خدته لانه اتفرض عليا في الموقف ده ان انا اخد قرار سريع غير مخطط ليه، فبالتالي بستخدم الفيوتشر simple using will plus the infinitive، باستخدام will مع الانفينيتيف اللي هي will go. طبعا لو كانت شيء مخطط ليه ساعتها كنت هختار going to، ولكن مش مخطط ليه. طيب my mother is putting the dishes in the tub. ماما بتحط الديشز الأطباق في التاب اللي هو في الحوض اللي بتاع الغسيل. تمام. في الحالة دي هنقول ايه؟ she space them، هتغسلهم. في الحالة دي هنستخدم will مع الانفينيتيف ولا going to plus the infinitive is going to طبعا، او am is are going to. ما ننساش لان ممكن يجيب لي في جملة من جمل الاختياري going to من غير ما يجيب لي verb to be. لازم نحط في بالنا ان verb to be يكون موجود لو مش موجود في الجملة الأصلية طبعا. طيب في الحالة دي أنا بشوف إن ماما قربت تعمل حاجة. This is an action which is about to happen. في دليل عليه أهو، في action هيتم بالفعل أهو، وأنا شايف إنه خلاص ده هيحصل. في الحالة دي خلاص I'm sure إن هي is going to wash them. هي ناوية تغسلهم. أوكي، دي الانتنشن بتاعتها، دي البلان بتاعتها، دي حاجة خلاص قربت تحصل، واضح من الجملة. يبقى في الحالة دي هختار is going to wash مش will wash. اوكي. عندي ايه كمان؟ عندي جملة بتقول between 2020 and 2030، ما بين 2020 وما بين 2030، ومدة زمنية كبيرة اهو، يعني واضحة قوي قوي دي وسهلة كمان. we space people with diabetes. هنكون بنساعد الناس، في استمرارية في الحدث، والفعل نفسه كلمة help ينفع يجي في الاستمرارية، فبالتالي الأفضل طبعا ان احنا نختار معاه الفيوتشر continuous مش نختار السيمبل. اوكي، لان في مدة زمنية اهو، معنى الفعل نفسه ان في اثناء الفترة دي هنكون بنساعد الناس. مهم قوي نربط المستمر بكمان معنى الفعل. هل المعنى بيقول ان في استمرارية في الحدث ولا انه بيحصل وخلاص وينتهي؟ لان احيانا ممكن مع الحاجات دي نستخدم، او مع الكيوردز اللي هي خاصة بالفيوتشر، الفعل نفسه يجبرنا بان احنا ما نستخدمش الكونتينوس فورم، نستخدم السيمبل لو الفعل نفسه ما فيهوش صفة الاستمرارية في معنى الجملة. طيب برضو الحاجات دي هنقولها بالتفصيل وهجيب لكم examples عليها عشان نفرق في المعنى بتاع الفعل اللي ممكن يجي بشكل مستمر، وممكن ما يفضلش ان انا استخدم المستمر فيه. طب هنا بقى هيكون الاجابة ايه؟ هتبقى will be helping. انا متأكدة ان انتوا كتبتوا الاجابات سليمة كلها وحطيتوها ككومنت يعني على اليوتيوب وانتوا بتتفرجوا دلوقتي، فده اللي انا يعني متأكدة منه، لانكم يعني اثبتوا لي انكم طلبة متميزين جدا. كده احنا خلصنا الجمل الخاصة بالتشوز. اوكي، هنكمل الريدنج، ولكن عشان برضو الناس اللي كانت بتسأل على الترجمة، فانا جهزت لكم كده قطعتين ترجمة، وزي ما قلت لكم ما تقلقوش، الحاجات دي كلها هنقوم بيها بشكل مفصل ان شاء الله في حلقات المراجعات. هنراجع كل ده، يعني هنراجع الجرامر تاني، الكلمات، هنراجع الترجمات، فما تقلقوش ابدا. تعالوا نشوف كده قطعة ترجمة بتقول: يجب أن يتسلح الشباب بالعمل والتكنولوجيا حتى يحققوا طموحاتهم. يجب أن يتسلح الشباب بالعمل والتكنولوجيا حتى يحققوا طموحاتهم. طبعا كتير بقى ممكن ناس تشوف جمل زي كده تقول ايه الكلمات الصعبة دي، يتسلح وطموحات ويحقق. طب انا هعرف اقولها؟ صدقوني بسطوا الدنيا على نفسكم في الترجمة، حاولوا تدوروا على معاني مشابهة. لو انتوا مش عارفين معنى الكلمة اللي قدامكم في قطعة الترجمة، لازم تفكروا على معاني مشابهة.
دي اول بوينت. تاني بوينت، هشوف هبدأ جملتي بايه. في الانجليش ببدأ الجملة بالسبجكت، بالفاعل، يبقى هدور على الفاعل بتاع الجملة وابتدي ان انا اكتبه هو يكون بداية جملتي في الانجليش. على عكس العربي ممكن ابدأ بالفعل وممكن ابدأ بالفاعل، ولكن في الانجليش هنبدأ بالفعل طالما ان هي مش جملة امر، او في بعض جمل بتفرض عليا ابدأ بالفعل، ولكن المعتاد هنبدأ بالسبجكت او بالفاعل. اوكي، يبقى هندور على الفاعل، هنشوف ازاي نبسط معاني العربي ونجيب لها معاني مشابهة لو المعنى صعب عليا. كمان هاخد بالي من زمن الفعل اللي المفروض استخدمه. عندي هنا كلمة يجب أن يتسلح. طب كلمة يجب دي هنترجمها ازاي؟ أكيد لو شفت كلمة زي كلمة يجب ممكن أقولها should. أوكي، should بمعنى إن أنا بدي نصيحة يا جماعة، ده يعني حاجة وجوب عليكم. في الحالة دي أنا بستخدم كلمة should علشان تعبر عن النصيحة. طب يتسلح، مش هجيب بقى سلاح، لا، أنا أقصد إن هي تبقى أداة عندي أو زي سكيل زيادة عندي، فهستخدم كلمة زي كلمة equip. تمام، equip يعني يتسلح بشيء أو يعد نفسه بشيء. الشباب طبعا ممكن أقول young people، young استخدم صفة young people، أو هقول youth. وطبعا دي السبجكت بتاعنا، السبجكت أو الفاعل بتاعنا، ودي اللي هبدأ بيها الجملة بتاعتي. بالعمل طبعا العمل اللي هو work، وكمان التكنولوجيا طبعا معروفة technology. اوكي، يحقق يعني fulfill او achieve. اوكي، كلمة achieve يعني يحقق، وطموحات اللي هي ambitions. اوكي، ambitions اللي هي الطموحات. تعالى كده نشوف هنكتبها بقى ازاي. هنقول youth اللي هم الشباب، ادي السبجكت الفعل اهو، نجيب بقى الفعل should. يجب ايه؟ يسلح نفسه، يبقى should equip themselves نفسهم، او ممكن اقول should be equipped. should be equipped اللي هي طبعا كلمة should اهي، فهنكتب كلمة be، هنكتب should هنا، ده الباسيف فورم should be equipped، اللي هو انا هستخدم الباسيف فورم. في الحالة دي انا عندي الفيرب بتاع equip هيبقى في التصريف الثالث، وهنجيب verb to be علشان ده كده passive form او مبني للمجهول. يبقى youth should equip themselves او should be equipped. يتسلحوا بايه؟ by work بالعمل and technology والتكنولوجيا and technology to حتى achieve يحقق to achieve their. الضمير اللي بيعود على كلمة youth برضو اخد بالي الضماير دي بتعود على ايه وانا بترجم، افكر كده في الضمير ده المفروض يعود على اي كلمة من دول. their ambitions طموحاتهم اللي هي كلمة ambitions. اوكي، يبقى كده احنا خلصنا ترجمة الجملة. فكرنا في الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، يبقى هقولها لكم تاني. youth should be equipped او should equip themselves by work and technology to achieve their ambitions عشان يحققوا طموحاتهم. طيب ناخد جملة تانية بسرعة وبعد كده ننتقل لدرس الريدنج علشان هنطلع منه بمجموعة كلمات مفيدة جدا. طيب جملة بتقول ايه؟ الصحة هي الكنز الرائع الذي يكمل السعادة، ولا نستطيع أن نستمتع بالحياة إذا لم نكن بصحة جيدة. طبعا زي ما اتفقنا عايزين ندور على الفاعل. مين الفاعل هنا؟ كلمة الصحة، بادئ بيها في العربي وهنبدأ فيها في الإنجليش. تمام؟ فين الفعل؟ مفيش هنا فعل بعينه، فبالتالي هدور على طول على verb to be. اوكي، انا بوصفها يا شباب. طالما انا بوصف الصحة بانها الكنز، ما جبتش بقى فعل معين زي فعل يحقق مثلا، او زي فعل اللي كان موجود اللي هو يسلح نفسه، ما جبتش فعل. يبقى على طول افهم كده ان انا ممكن اكون بوصف الصحة، في الحالة دي على طول استخدم verb to be. اوكي،
حسب معنى الجملة برضو، ولكن في الغالب طالما في عندي adjective أو صفة بتوصف اسم عندي في الجملة، على طول هفكر في verb to be. اوكي، وهشوف كده الدنيا هتبقى ماشية ازاي. ممكن استخدم أفعال تانية. طب الصحة هي الكنز. الصحة طبعا عندي كلمة health، دي معنى كلمة الصحة. كنز اللي هو treasure يعني كنز. رائع ممكن أقولها outstanding، wonderful. عندي كلمات كتيرة قوي بتشير لكلمة رائع. outstanding، wonderful، splendid. اوكي، الذي يبقى فيه هنا ضمير وصل. اوكي، يكمل يعني complete يكمل شيء. السعادة happiness، النون بتاع كلمة happy. ولا نستطيع، استطاع يبقى we can't أو able to حسب برضو تكوين الجملة عندك. أوكي، أو عندكم we can't أو we are not able to حسب تكوين الجملة وهتقوليها ازاي. نستمتع، يستمتع بالحياة يعني enjoy life اللي هي الحياة. إذا لم نكن بصحة جيدة good health أو having good health، طبعا دي تاني صحة يعني health، وهنوصفها بأنها good. وتعالوا نشوف هنكتبها ازاي. اوكي، هنكون الجملة ازاي. زي ما اتفقنا أساس تكوين أي جملة في الإنجليش هبدأ بالفاعل وبعد كده الفعل يتبعها. فأقول health اللي هي الصحة is the outstanding treasure. كلمة outstanding معناها رائع، is the outstanding. أو splendid، ممكن أكتب كلمة splendid برضو كلمة حلوة بمعنى رائع. splendid treasure كنز is the outstanding treasure that ضمير الوصل هو الذي يكمل السعادة أو يكمل السعادة. that أو ممكن الشاطر بقى يقول لي فيه إيه تاني. ممكن أكتب كلمة which، لأن أنا هنا بشير لكلمة الصحة اللي هي غير عاقل، وبالتالي ممكن أجيب which أو that هنا. which completes أو that completes الذي يكمل السعادة completes happiness السعادة اللي هي happiness. ولا نستطيع أن نستمتع، ممكن بقى أبدأ جملة جديدة full stop وأبدأ جملة جديدة، أو أقول and we can't ما نقدرش لا نستطيع. we cannot لو هنكتبها مفصلة كده يبقى أنا عندي can و not ما فيش بينهم فراغ، يبقى كلمة cannot ما بحطش space ما بينهم. لكن ممكن طبعا أكتبها short form اللي هي can't بالapostrophe t ونشيل الأم. and we cannot ولا نستطيع أن نستمتع بالحياة. we cannot enjoy life. هل enjoy يجي بعدها preposition؟ لا، enjoy life على طول. إذا لم نكن بصحة جيدة ممكن نعبر عنها بكذا طريقة. فممكن نقول unless، دي على طول فيها النفي بتاعها لم نكن. كلمة unless we have good health. أوكي، أو without having good health. في كذا طريقة. يبقى we cannot enjoy life unless إذا لم نكن بصحة جيدة unless we have good health يعني يكون عندنا صحة جيدة unless we have good health. تمام. أو ممكن نقول we cannot enjoy life without having، بس لو أنا جبت without في الحالة دي هغير الفعل، بدل have هيبقى having. يبقى without بيجي بعدها الفعل في الجيرند فورم أو مضاف له ing أو بيجي بعدها noun. أوكي، يبقى ممكن unless we have أو without having good health. يبقى كده الجملة بتقول إيه؟ هنقراها تاني. health is the outstanding treasure that completes happiness and we cannot enjoy life unless we have good health. كده الترجمة بتاعت الجملة، وزي كده عرفنا ممكن ازاي نقدر نترجم الجمل ببساطة. وزي ما قلت لكم العائق بتاعنا اللي هو الخاص بالكلمات، هنحاول نبسط الكلمات العربي علينا شوية ونجيب لها معاني مرادفة بالعربي برضو علشان نقدر ان احنا نترجمها لكلمات انجليش نكون عارفينها. تعالوا بقى نبدأ الريدنج بتاع الدرس بتاع النهاردة. وموضوع الريدنج بتاعنا هيكون خاص ب the future of food او مستقبل الطعام.
مقسم لنا هنا الريدنج ليه جزئين. بيقول new solutions for our growing world. new solutions يعني حلول جديدة لعالمنا اللي بينمو. اوكي، العالم بتاعنا بينمو بشكل سريع، يعني بيكبر. عدد الناس بتكتر جدا، فبالتالي احنا محتاجين solutions. طب تفتكروا احنا طبعا هنا بنتكلم في المستقبل عن السوليوشنز ديت، وبالتالي احنا محتاجين نفكر في solutions كتيرة. احنا بقى بعد ما نقرأ الدرس بتاعنا عايزاكم تكونوا لي جمل في المستقبل. الجمل دي بتتكون برضو على new solutions او حلول اخرى. تفكروا كده وتشوفوا بقى، انا عايز اشوف ابداعاتكم وتقولوا لي ممكن ايه حلول اخرى تضاف للنص اللي اتقال ده بالنسبه للجروينج وورلد بتاعنا او العالم اللي عمال ينمو ده. طب تعالوا كده نشوف ده كده الهوم ورك بتاعكم. فافتكروا according to the United Nations، يعني بالنسبة لليونايتد نيشنز، الأمم المتحدة. هيئة الأمم المتحدة دي طبعا هيئة خاصة ب يعني تتولى أمور كتيرة جدا بتحكم العالم يعني. فبالتالي حسب إحصائياتها بيقولوا إنه there will be almost 10 billion people in the world by 2050. هيكون في حوالي 10 بليون، اوكي 10 بليون people in the world في العالم في قبل حلول 2050. تمام، يبقى عددنا هيوصل ل 10 بليون، 10 مليار قبل حلول 2050. اوكي، طبعا دي احصائيه وبالتالي احنا كتبناها بصيغه الفيوتشر سيمبل. دي تعتبر كده زي فاكت او احصائيه معينه تمت نتيجه لسيرش، واحنا بس بنذكر الرقم فمش محتاجين الكونتينوس فورم هنا خالص. اوكي، طيب فبنقول ان هيكون العدد عامل كده. as a result، نتيجة لذلك، ودي طبعا كلمات بتستخدم في الاكاديميك فورم او الطريقة الاكاديمية لما بكتب نصوص معينة، فبيبقى في كلمات كده تربط الجمل ببعضها بتبين ان اللي جاي ده نتيجة للي فات. فبتكلم بقول as a result، نتيجة لذلك، وزي ما انتم شايفين بعدها بحط كاما وببدأ بيها الجملة فبتبقى كابيتال اللي هي ال A. We will have to increase our food production. الشاطر بقى اللي هيفتكر يعني ايه we will have to increase. هنا بقى ايه المعنى اللي بيديهولي الفعل ده؟ يا ترى هنا في ضرورة؟ فاكرين طبعا يونت 1 والدروس الخاصة بالضرورة وان احنا النسيسيتي، وان احنا مضطرين ان احنا علشان العدد ده بيزيد غصب عننا، فبالتالي احنا مضطرين ان احنا نزود البرودكشن بتاعنا. فاستخدمنا الفيوتشر فورم بتاع have to، او طبعا برضو هو نفس الفيوتشر فورم بتاع must. فهنقول we will have to increase our food production. increase يعني يزود، وfood production يعني انتاج الطعام. يبقى كلمة production بمعنى انتاج. لو بصينا لكلمة production، كلمة production في منها طبعا دي الناون يا شباب، ده الناون اسمه production اللي هو الانتاج. في عندي كمان الفيرب يبقى اسمه produce. produce اللي هو الفيرب يعني ينتج. ينتج، ولكن احيانا كتيرة كلمة produce دي بتيجي كناون. ساعات كتيرة كلمة produce بتيجي على هيئة noun. طب لو هي noun بتبقى معناها ايه؟ بتبقى معناها الانتاج الزراعي. اوكي، بسميه the produce، بقول عليه the produce. يبقى كلمة produce لما بتيجي على انها noun بتبقى معناها الانتاج الزراعي. تمام؟ طيب يبقى دي كده عرفنا ان كلمة produce ده الفيرب بتاع production. production يعني الانتاج عموما بتاع اي شيء، ولكن كلمة produce الفيرب ساعات بتيجي على انها noun، وفي الحالة دي بتكون معناها فقط او بتشير فقط للانتاج الزراعي. طب لما اقول ان الحاجة دي منتجة، عايزة اوصفها واحطها في صيغة الادجكتيف بتبقى productive. productive يبقى دي كده adjective form ومعناها ان this thing is productive. اوكي، يبقى ممكن اجيب مثلا example على كلمة productive واقول it's better يعني من الافضل، it's better for countries
للدول to be more more ايه بقى to increase or to improve their economy علشان يحسنوا من الايكونومي من الاقتصاد بتاعهم. في الحالة دي بقى انا هستخدم ايه؟ هستخدم كلمة production ولا هستخدم كلمة productive ولا هستخدم كلمة produce؟ طبعا الجملة هنا او مثلا يعني ممكن اقول مثلا producing او كده. طيب الجملة دي طبعا زي ما احنا شايفين في عندي كلمة more وبوصفها verb to be، يبقى انا اكيد بدور على adjective، بدور على صفة. من الافضل للدول ان تكون ايه؟ اكثر انتاجية. اوكي، منتجين، دولة منتجة، يبقى هوصفها على طول باني اقول to be more productive country. يبقى هنا الاختيار السليم كلمة productive، ما اختارش بقى النون ولا الفيرب. كده خدنا كده يعني حاجة سريعة عن كلمة production واكزامبل اهو. by about يبقى to increase our food production، يعني يزود الفود production او انتاج الطعام by about 70%، بحوالي تقريبا 70% زيادة عن اللي موجود دلوقتي. however ولكن، اوكي كلمة however عاملة زي كلمة but، بس برضو بنستخدمها في حالة ان انا بتكلم في مواضيع شوية يعني academic او لغة رسمية شوية. فبقول however farmers المزارعون do not have space، ما عندهمش مساحة كفاية. هنا كلمة space بمعنى مش فراغ ولا الفضاء، هي بمعنى مساحة. يبقى كلمة space ممكن تبقى الفضاء، ممكن تبقى فراغ، وهنا بمعنى مساحة كافية، مساحة فاضية. فبنقول they do not have space to keep more livestock. الله، الكلمة دي جميلة جدا. to keep more livestock، كلمة livestock يا شباب، كلمة livestock بمعنى ايه؟ بمعنى الماشية اللي بتربيها الدول. يعني انا مثلا عندي اللايفستوك، لو انا بتكلم مثلا في دولة، اوكي الدولة دي ما عندهاش كمية ماشية كفاية تكفي الناس اللي عندها او البوبوليشن اللي عندها. اوكي، فهقول this country هذه الدولة doesn't have، ما عندهاش او لا يوجد لديها doesn't have enough livestock بمعنى ماشية. ممكن تكون الماشية اللي هي الأبقار، اللي ممكن كمان كل أنواع الماشية اللي ممكن تتاكل، ممكن الفراخ كمان التشيكن. enough livestock doesn't have enough livestock to feed its people، علشان تأكل الشعب بتاعها. اوكي، يبقى هم محتاجين they need to يعني import some livestock، انهم يستوردوا بعض من اللايفستوك. اوكي، او to increase their production، انهم يزودوا من انتاجهم لللايفستوك. يبقى عرفنا معنى كلمة livestock. يبقى they do not have space to keep more livestock. الفارمرز ما عندهمش مساحة كفاية علشان يربوا لايفستوك اكتر. and grow more crops، وكمان انهم grow crops، كلمة crops بمعنى محاصيل زراعية. اوكي، زي كلمة produce، لو حد فاكر واحنا بنتكلم على كلمة produce وبنقول بمعنى المحاصيل الزراعية او الانتاج الزراعي، فلو هي noun طبعا، فبالتالي to grow more crops، انهم يزرعوا crops اكتر او محاصيل زراعية اكتر. ده كده بالنسبة لي هيبقى مفيش مكان او مساحة ليهم. instead، بدلا من كده، بدلا من ذلك طبعا كلمة instead، they will need to look for more sustainable solutions. they will need to، رجعنا تاني للنسيسيتي والاحتياج. هنا كلمة need to بتعبر عن الاحتياج وجبناها في الفيوتشر اهو، فقلنا they will need to، هيكونوا محتاجين. look for يعني يبحث عن، more sustainable solutions يعني حلول اكثر استمرارية او ثبات. يعني انا عايزة اقول ان السولوشن ده او الحل ده هيستمر معايا لمدة سنين، او حل موثوق منه، مش حل هيجي في وقت معين ولما استخدمه يعمل لي مشكلة. فبنسميه sustainable
solution مستدام، دي كلمة sustainable، حلول مستدامة أكتر. and this طبعا sustainable دي adjective أو صفة، واستخدمنا كلمة more sustainable لأنها صفة كبيرة أو long adjective، وبالتالي استخدمنا كلمة more معاها، ما حبيتش أحط لها ER. and this will involve ده هيقوم بعمل ايه؟ will involve. طبعا انا بالمناسبه شفت كل جملكم اللي انتوا كتبتوها الخاصه بالفيوتشر، و thank you very much. زي ما قلت لكم حاجه جميله جدا ان انتوا كتبتوا مجموعه جمل جميله جدا من النصوص بتاعتنا. This will involve producing a wider variety of food. وده هيخلي ان احنا مضطرين او ان يبقى فيه انتاجيه اكتر لانواع مختلفه من الطعام، يبقى في wider variety، انواع مختلفه، لان اللايف ستوك او الماشيه مش هينفع، ملهاش مكان. هنعمل ايه؟ هنفكر بقى في انواع تانية من الاكل ينفع ان احنا ننتجها وما تعمل لناش مشكله. How would you feel about eating a burger that was grown in a laboratory؟ هيكون احساسك ايه؟ How would you feel؟ طبعا would هنا مش ماضي، انا هنا بسأل عن حاجة افتراضية، فبستخدم كلمة would برضه عشان تعبر عن مستقبل. يبقى احيانا كلمة will احولها لwould لو انا بتكلم في شيء افتراضي للمستقبل وما تبقاش ماضي ولا حاجة. اوكي؟ يبقى how would you feel، يا ترى هيكون شعورك ايه؟ about eating، حطينا ing للفعل بعد كلمة about eating a burger، واحنا بناكل برجر اللي هو طبعا البرجر اللي هو شريحة اللحم، وبتبقى ليها انواع مختلفة. ممكن نقول هامبرجر اللي هي مصنوعة من لحم الخنزير، او البيف برجر من اللحم البقري، وهكذا، او تشيكن برجر من الفراخ. that was grown in a laboratory، اللي موجود او بينمو في اللابراتوري، في المعامل. وطبعا ده هنا passive form. السؤال ده انا بسأله ليكم، احساسكم ايه لو اكلتوا يعني حاجة بتنمو في اللابراتوري او في المعامل؟ لو شريحة برجر، طبعا ده ممكن يكون حل من الحلول اللي بتثيرها قطعة القراءة. للأسف ما استكملناش والوقت جري بسرعة، فترة الساعة بتكون قليلة قوي، ولكن انا واثقة ان انتوا كمان هتقدروا ان انتوا توروني الحلول الاخرى اللي اتفقنا عليها، وتقروا او تتكلموا عن الجزء الثاني اللي هو خاص ب changing in agriculture that can save the land. و thank you very much today. I wish you had a useful episode. I'll see you very soon. Thank you and goodbye. مدرستنا مدرستنا يا منورة والنور في بيتنا، علمتينا وفهمتينا لما بقينا حاسين بقيمتنا. المدرسة علينا بتنادي عني اللي شايفها في وسط بلادي، بتنمينا مع بعضينا، بتنمي فينا معلوماتنا. عالهوا دروس يومية للابتدائية والثانوية، عالهوا دروس يومية للابتدائية والثانوية. فرح